وقع سمو رئيس النادي الأمير نواف بن سعد عقد شراكة مع شركة فلاي إن لتكون الشركة راعياً حصرياً للفريق بقطاع السفر والسياحة. أنهى الفريق اليوم استعداداته لمباراة الغد أمام الشباب ضمن دور 8 من منافسة كأس ولي العهد، حيث تركزت التدريبات على الجوانب التكتيكية. وأنهى سيبيريا الحصة التدريبية بشرح مفصل عن النهج الذي سيلعب به أمام الشباب. بعد الحصة التدريبية اليوم انضم لاعبو الفريق لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبد العزيز بمقر النادي استعدادا لمباراة الغد، والتي ستقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي. وصل اليوم مساء الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادما من دبي، وسيتابع الجهاز الفني مباراة الغد أمام الشباب من ملعب المباراة.